بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي وحبايبي متابعينا الكرام، النهارده إن شاء الله نتكلم مع بعض عن أسعار النعام، سواء كان نعام صغير عمر اسبوعين او شهر، او نعام 10 شهور، او نعام 2.5 شهور، او نعام اسر بشاير، او اسر شغالة، او اسعار لحم النعام. كل دي ان شاء الله نتكلم مع بعضنا ونعرف امتى النعام يبدأ يتباع، الوقت المناسب له. كل دي ان شاء الله نعرفه من خلال الفيديو اللي هنتكلم فيه مع بعض النهاردة. خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وحبايبي الكرام، أهلا بكم. النهارده إن شاء الله بنتكلم عن أسعار النعام عمر أسبوعين، وبنقول النعام عمر أسبوعين كتكوت النعام بيبدأ سعره من 2550 إلى 2600. ويا جماعة احنا بنقول بداية بيع النعام بيكون عمر اسبوع، وقلنا عمر اسبوع مرحلة خطر، وعمر اسبوعين، والافضل ان احنا ناخده عمر شهر، لكن في ناس طبعا بتفضل انها تاخده عمر اسبوع او اسبوعين بحيث توفر شوية في ثمنه. اما بالله حد يقول لي انا معروض عليا نعام عمر يوم، في حد بيقول ان هو بيبيع نعام عمر 3 ايام، ده كله كلام فارغ يا جماعة. لان احنا عارفين طبعا ان النعامة اول ما بتبدأ تنقر من البيضة وتفقس وتطلع وتدخل الهاتشر تقعد 3 ايام علشان تكون اكتمل تحضينها، فالنعامة بتطلع من الحضانة بتاعتها عندها 3 ايام. يبقى ازاي بقى حد يقول لحضرتك انا عندي نعام عمر يوم؟ يعني عمر يوم ده مفترض انها لسه في الحضانة. الحاجة التانية احنا بنقول عمر يوم و2 و3 والكلام ده، وان كان مش موجود بيبقى طبعا مرحلة الخطر. فحضرتك ما تفرحش انك هتجيب النعامة يعني ارخص 200-300 جنيه وتخاطر به. يبقى احنا بنقول بداية النعام للبيع عمر اسبوعين، بنقول عمر اسبوعين من 2550 الى 2600. في طبعا تفاوت في الاسعار، ممكن حد يقول لك 2400 2300 جايز، حد يقول لك 2100، لا يبقى الكلام ده مش مظبوط. لكن 2300 2400 كل واحد ادرى بالمنتج بتاعه. يعني واحد عنده النعامة بتاعته متأسسة كويس، الذكر النعام او الانثى متأسس كويس، فبالتالي عارف ان الفرخ بتاعه طالع كويس، هو شايفه ما فيش عنده لا التواءات ولا اي حاجه، وعارف ان الفرخ ده ان شاء الله هيكون فرخ كويس، فبتمسك شويه بالسعر يقول لك 2600 2650 2550. حد تاني عارف بقى شايف القطاع اللي طلع عنده هزيل شويه او مش كويس، فممكن يعني يمشي الحال شويه ويقول لك 2400 او 2500. فكل شيء جايز يا جماعه، يعني تفاوت الاسعار 100 و200 جنيه ده امر طبيعي. ده بالنسبة للنعام عمر اسبوعين. بالنسبة للنعام عمر شهر بيتفاوت برضو سعره من 2800 ل 3000. يعني ممكن نلاقي حد بيقول 2800 جايز، 2900 3000 ماشي. قلنا برضو بسبب ان حسب جودة الفرخ بتاعنا. لكن حد يقول مثلا ده انا هجيب كتكوت نعام عمر شهر ب 2100 2200، ده طبعا استحالة، ده كلام نت وشغل نت. يعني بياخد من حضرتك الفلوس ويحجز لك، لكن ما بيوفيش معاك في الميعاد، وفي الاخر يقول لك الموسم خلص وما كانش فيه انتاج كفاية، وان شاء الله الموسم الجاي، ويكون شغل الفلوس بتاعتك. طب خدنا يعني عايزين حاجة اكبر شوية، بنلاقي نعام عمر شهرين ونص. النعام عمر 2.5 شهور بتعمل حوالي 4100 جنيه، يعني برضو 4000 4100 4200 جايز. طيب بعد كده انا عندي نعام عمر 10 شهور اللي هي بداية او عمر سنة. السؤال اللي بيتردد كتير، انا عايز اسرة نعام، اسرة يعني ذكر وانتيتين ويكونوا عمر شهر. طبعا قلنا يا جماعة الكلام ده يا جماعة ما ينفعش، لان طبعا النعامة بتتعرف ان كانت ذكر او انثى وهي عندها 11 شهر او سنة، فما تجيش وهي عمرها شهر ونص شهر وتقول لي انا عايز ذكر و2 اناث.
فاحنا بنقول ما بتتعرفش الا وهي داخله على السنه. طب وصل حضرتك عندك النعام عمر سنه وعايز تبيعه، والله لو بعته اسر، يعني هو سنه ونص سنتين بتباع اسر بشاير، لكن عمر سنه بتباع بقايم. يعني ايه؟ بتحط النعام على الميزان، بتتوزن الكيلو ب90 جنيه او ب85 جنيه وبتتباع على كده. لكن لو انت مثلا عندك النعام كويس وذكر و2 اناث، فبتوفقهم وبتخليهم اسره وتبدا تبيعهم، مثلا يتباعوا مثلا ب35,000، يتباعوا مثلا ب38,000، لانها بتبقى اسره طالما ايه، انا شايف ان هي كويسه وممكن ومتولفه على بعض، ويعني ممكن اكمل معاها لمده سنه ونص وتبدا تبشر بالبيض. بعد كده لو عندي اسرة بشاير، وكلمة اسرة بشاير يعني بدأت تبيض او بشرت بالبيض، اسرة البشاير بتكون من 50,000 جنيه الى 55,000 جنيه، حسب برضه حجمها، حسب قوة الذكر بتاعها، حسب تناسق جسمهم، يعني حسب ايه امكانياتهم الشكلية. عندي بقى اسر شغالة او اسر منتجة، الاسرة بتكون من 60 ل65,000 جنيه، ده الاسر المنتجة. هنتكلم على لحم النعام، قلنا لحم النعام بيبدأ من 225 جنيه، 220 وفي بعض الاماكن بتبيعه ب250 جنيه، خصوصا لو ايه اماكن فيها جزارين نعام قليلين، فبتبقى حاجة طبعا نادرة عندهم، فبيبيعوا الكيلو ب250 جنيه. طبعا النعام، بيض النعام الفاضي بيتباع، النعامة طبعا يعني ايه اللي هو البيضة اللي ما كانش فيها تخصيب بتتفرغ وتتباع، بتكون البيضة بحوالي 90 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب75 جنيه. لكن اللي ما بيتباعش يا جماعة البيض المخصب، ما فيش حد بيبيع بيض مخصب، لان بلاقي ناس كتير جدا جدا تتصل عليا وتقول لي انا عايز سلام عليكم يا معلم، انا عايز بيض نعام مخصب. بيض نعام مخصب ازاي يا ابني؟ مين اللي هيبيع بيض نعام مخصب؟ وبعدين لو حد باع لك هيبيع بكام؟ يقول لي مش البيضه ب100 جنيه او البيضه ب150. طبعا ولا في الاحلام. يعني حضرتك لو عندك شويه نعام ومنتجين يعني بيطلعوا بيض، تحط البيضه تقعد 39 يوم في المفرغ تطلع لك نعامه تبيعها مثلا ب2000 جنيه، ولا تروح تبيع البيضه ب150 جنيه؟ فطبعا اللي بيسأل عن بيض نعام مخصب ده شيء من الخيال ان حد هيبيع بيض نعام مخصب. لكن في مثلا نعامة باضت وما كانش معاها ذكر، فالبيض بيبقى عادي للاكل. في نعامة يعني خدنا البيض بتاعها حطيناه في المفرغ، قعدنا 15 يوم او 14 يوم وشفناه لقينا مفيش فيه تقصيب او فيه كسر، بيتباع للاكل. يا اما لو هي باظت بتتباع، بتتفرغ وتتباع للفنانين التشكيليين يعملوا منها اشكال ورسومات. لكن بيض مخصب ما يعني بيض مخصب للبيع طبعا ما فيش. بتمنى انكم تكونوا استفدتم معلومة كويسة عن النعام. ما تنسوش حضراتكم تعملوا لنا اشتراك وشير للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.